هعمل معاكم النهارده تشيكن سويت اند صور بكل سهوله في البيت، وكمان احلى من بتاع المطاعم وانضف بكتير. وهنعمل كمان جنبها النودلز القمر دي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحتاج في الاول صدور فراخ متقطعه مكعبات ونحط عليها التوابل، هكتب لكم ايه هي بالظبط. وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس. بعد ما تبلنا الفراخ هنحطها في دقيق ونشا، وبعد كده هنحطها في البيض وبعدين في البقسماط، وده هيكون شكلها. وهنعمل كل الكميه بالمنظر ده. وبعدين هنقلي الفراخ لحد ما تاخد اللون الذهبي ده. وفي طاسه فيها زيت هنحط فيها الخضار، فلفل وبصل متقطعين مكعبات. وبعد كده هحط عليهم نص كوبايه من الصويا ونص كوبايه من الكاتشب ومعلقتين كبار من الخل، ونقلب فيهم شويه. وبعد كده هنحط 3 فصوص توم مفرومين وكوبايه الا ربع من الميه، هنحط عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقه نشا. هنقلب المكونات كلها مع بعض لمده دقيقتين كده، وبعد كده ما توصل بالشكل ده هضيف عليها الفراخ. وقلبت الفراخ مع الصوص اللي احنا عملناه لحد ما الفراخ شربت من الصوص كده وتاخد النكهه بتاعته، وسبتها على نار هاديه لمده 5 دقايق، وكده تكون الفراخ بتاعتي جاهزه. وعشان نعمل النودلز هنحتاج شرايح من الفلفل الالوان، ونحط عليه معلقه كبيره من الصويا صوص وعليهم نص كوبايه من الكاتشب. وهنضيف كمان فصين توم مفرومين وهنقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هنضيف المكرونه وهقلبها مع الخضار والصوص كويس، وكده خلاص تكون النودلز جاهزه. الطريقه دي فعلا احلى من بتاعت بره بكتير جدا. هتحبوا قوي الطبق ده، ولو عجبتكم الوصفه قولي رايكم.